السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص العالم الآخر، عالم الجن. القصة اليوم كيحكيها واحد الشخص، وكيحكيها بمرارة وحزن كبير. تيقول عبد الرحيم من مدينة تفلت أنه طرات ليه واحد القصة غريبة عجيبة مع واحد الأخ ديالو. تيقول عبد الرحيم كنت خدام في مدينة بركان. تيقول وتنمشي مرة تنهبط للدار ومرة نبقى خدام في بركان. تيقول مدة وانا خدام تمايا، وكان غيب في بعض الاحيان ما تنهبط حتى تيكون شي عيد ولا شي مناسبة. تيقول عبد الرحيم عائلتنا متكونة من 3 ديال الدراري وجوج بنات. جوج بنات اللي هما تزوجوا، و3 ديال الدراري انا اللي كبير خدام على هاد الخوت ديالي اللي ساكنين مع امي، وهما جوج دراري، واحد في عمره 17 عام وواحد عمره 20 عام. تيقول عبد الرحيم هاد جوج ديال خوتي جالسين مع امي، والبنات راهم مزوجين في ديورهم، وانا خدام في مدينة بركان، وخوتي كانوا تيقراو وجالسين مع الوالدة، وحنا ساكنين في واحد العروبية تقريبا بين الكاموني وتفلت. كان الاب ديالي الله يرحمه خدام على الفلاحة وشو ديال السقي. كان عندنا واحد البير كنسقيو منه شي شوية واخا ما فيش بزاف د الماء، وتيقول كنديرو شي شوية ديال الزراعة البورية، كنديرو شي شوية ديال الزراع، كنديرو شي شوية ديال جلبانة، كل خطرة تنديرو تنوعو في الارض ديالنا. تيقول الاب ديالي توفى سنة 2000، وبقيت انا اللي خدام على الخوت ديالي اللي جالسين مع الوالدة. تيقول حتى لواحد النهار كتصوني الام ديالي عليا في التليفون وكتقول لي خاصك تجي ضروري. فانا كنسولها شنو هو المشكل، شنو طرا. فالوالده كتقول لي بان الاخ ديالي الصغير اللي في عمره تقريبا 17 عام راه ما بقى كيعرف حتى واحد فينا، وما بقاش كيقدر يهضر بزاف، اللسان ديالو تقال، وتيغوت بواحد الطريقه هستيريا، ومره تيطيح وتيغيب. وقالت ليه انها ما بغاش تبرزدو، ولكن خصني ضروري نهبط عندها. فملي قالتها ليا ومدينة بركان بعيدة، اضطريت نشد الكار بالليل وهبطت عند مالين الدار. وصلت تقريبا مع داك الصباح، مشيت للدار لقيت كلشي ناعس، ولقيت الوالدة في واحد الحالة عصبية، واحد الحالة مريضة بزاف، تعصبات ومرضات. كتشوف الاخ ديالي في ديك الحالة بحال شي حمق. فمن سولتها على الاخ ديالي قالت لي راه سد عليه في واحد البيت. فهي اضطرت تسد عليه لانه ولا كيدير شي حوايج كيخلعو، كيبقى يقول لها بانه كيشوف اشخاص وما عرفهاش هي. قال لها شكون انتي؟ فالوالده حلت لي الباب ودخلت عنده لقيته ناعس. فبمجرد ما فيقته بدا كيغوت بواحد الطريقه كتخلع وبواحد الصوت خشن، وتيقول لي بانه ما كيعرفنيش وما تيعرف حتى واحد فينا وشكون هادو. وتيقول لي سد الباب
غادي يدخلوا عليا وغادي يقتلوني. فهو على ما تيهضر انا ما عرفتش على ما تيهضر، فخليتو تيغوت وتيهضر، وقلت للوالده انها تسد الباب وبقيت جالس معاه. بقى كيغوت واحد اللحظه هو يجلس، هو يتهدن وارتاح وبقى جالس كيشوف في السقف ديال ديك البيت. فسولتو قلت ليه شكون كيجي عندك؟ فهو قال لي شكون انت؟ ما عرفنيش. فقلت ليه انا اخوك عبد الرحيم. فهو ما عرفنيش، قال لي انا ما تنعرفكش. سولتو قلت ليه عاود، سولتو قلت ليه شكون اللي كيجي عندك؟ فهو قال لي كيجيو عندي مجموعه ديال الناس ولا اشكال غريبه، تيقول ليه واقيلا جنون، تيجيو عندي طايرين في السماء، هما رجال بلا رجلين وعندهم قامات قصيره وعندهم صبعانهم فيهم ثلاثه ريديهم فيهم ثلاثه ديال الصبعان، وعينيهم كبار وفمهم كبير. كيوصف شي اوصاف كتخلع. فعرفت بان الاخ ديالي تقاس تمس بالجن. فاضطريت انني نمشي نقلب على شي واحد كيدير هاد الشي ديال الرقيه الشرعيه، ولا شي واحد تيخرج الجن من الذات ديال الانسان. فبقيت كنقلب حتى لواحد النهار لقيت واحد الراجل كيدير هادشي ديال الرقيه الشرعيه، وديتو معايا للدار. ومجرد ما دخلتو عند الاخ ديالي فهو ما قبلوش، وبدا كيغوت بواحد الطريقه هستيريه، وبدا كيقطع في حوايجو. فهذا الشخص بمجرد ما دخل بدا كيقرا عليه القران. فمن بقى كيقرا عليه القران طاح، وبقى كيضرب بيديه وبرجليه وتيغوت. وشديناه انا والاخ ديالي الاخر. واحد اللحظه بدا كيهضر بصوت مراه، كيهضر وتيقول شنو بغيتو عنده، علاش كتكرفصوا عليه، انا الزوجه ديالو. فهذاك الراقي كيسولها وتيقول لها كيفاش انت الزوجه ديالو، كيفاش تزوجتي؟ كتقول لي انا هاد السيد كان كيجي لواحد البلاصه في الغابه وكنتلاقاه تما وتزوجت به، وانا جنيه مسلمه وتزوجت بهذا الشخص هذا. فهو بدا يسولها بعض الاسئله اخرى، تيقول شكون هما هادو اللي تيجيو عنده؟ فهي كتقول لي بانها عائلتها هاد الجنيه، ان العائله ديالها ما قبلاتش هاد الزواج، فهي اللي كتجي عنده وكدير ليه هاد الممارسات. ولكن هي باغياه وغتبقى عايشه معاه. في واحد اللحظه الاخ ديالي كيفيق كما كنقولوا عيان مسخسخ. فكنسول الاخ ديالي كنقول ليه شنو كتشوف، شنو كيطرى ليك؟ كيقول بانه كيجيو عنده هاد الاشكال تيبغيو يقجوه وتيبغيو يقتلوه. فانا قلت لهذا الراقي شنو غادي نديرو؟ فقال لي غندير معاه بعض الحصص باش نعرف نحل هذا المشكل ديال هاد الجنيه اللي دخلت فيه. فبقى كيدير لي حصص، فكنحس بان الاخ ديالي ولا كيتحسن. خصوصا واحد النهار ان هذا الراقي ضغط على هاد الجنيه انها تخرج منه، فقالت لي انا غادي نخرج، فخرجت منه. ولكن الاخ ديالي المشكل هما هاد الاشكال الغريبه مازال تيجيو عنده، واخا تحسنات الصحه ديالو، تحسنات النفسيه ديالو ولات مزيانه. فهذا الرقي كيقول بانه خصو يمشي معنا ولا نمشيو معاه لديك بلاصه اللي كاين تيمشي ليها الاخ ديالي. فهادشي اللي درنا،
فهضرنا معاه وسولناه، قلنا ليه هاد البلاصة اللي كتمشي لها فين جات باش نمشيو معاك. فهو قال لهم بأنه كان مولف تيمشي واحد البلاصة محددة. هاد البلاصة هادي تحت واحد الشجرة، تيمشي كينعس تما، بعض الأحيان كيتشكى كينعس، بعض الأحيان تيبقى جالس. تيقول بأنه واحد النهار مشى نعس تحت هاد الشجرة هادي وبقى ناعس تما واحد المدة طويلة. بكتر تطول في النعاس كيحلم بأنه جات عنده مجموعة ديال الرجال اللي هما عندهم قامات قصيرة وعندهم واحد الوجه غريب، عينين وفم كبير. فجاو عنده وقفوا عليه وقالوا لي اش كدير في هاد البلاصة؟ وقال لهم بأنني أنا كنجلس كنجي كنرتاح هنا، هادشي في الحلم. فقالوا لي خصك تحيد من هاد البلاصة. وقال هاد السيد اللي كان تصاب بهاد المس تيقول بأنه كان في الأول تيقول راوي القصة بأنه مبغاش يقول لهم هاد القصة، ولكن اضطر يقولها. كيقول لهم تيمشي كنعس تحت ديك الشجرة لحقاش كنحلم واحد الأحلام زوينة. قال لي هاد الراقي شنو هاد الأحلام؟ كيقول ليه كتجي عندي واحد المرأة زوينة ملي كنكون ناعس وكتنعس معايا، وانا ولفت ملي كنمشي تما دائما تنحلم هاد الحلم ديال هاد المرأة هادي اللي كتجي وكتنعس معايا، وانا ولفت ووليت كنمشي دائما نعس تما. قال لهم حتى لذاك النهار اللي طولت في النعاس وجاو عند مجموعة ديال الرجال بواحد الشكل غريب، عندهم واحد الشكل غريب، وجراو عليا وقال ما تبقاش تجي هنايا. هادشي تيقول في المنام ديالو. فالراقي عرف بان هاد المرأة عشقات هاد الشاب هذا وتزوجته، وهي جنية ما بغاتش تفارق معاه، وحتى هو ولفها ولا كيمشي عندها تحت ديك الشجرة، ولكن العائلة ديالها اللي ما قبلتوش. فدانا الاخ ديالي تحت ديك الشجرة وشفنا ديك الشجرة، وقال لنا بانه طرات ليه واحد القصة ان واحد النهار هو ناعس تحت ديك الشجرة حتى حس بواحد اليد مساتو في كتفو كتقول ليه نوض نوض، وتيقول بانه هو ولف تجي عنده ديك الجنية في المنام وتيجلس معها هو باغيها وكينعس معها. فهذيك اليد كتحركو، فمن فاق لقى واحد الراجل قصير القامة هو اللي تيفيقو، وعنده واحد الشكل غريب في الوجه ديالو. تيقول منين شافو وقف وهرب، وتيقول هنا بدا المس ديالو ولا هذا المرض ديالو اللي مرض به نفسانيا. تيقول عبد الرحيم بان الاخ ديالو في الاخر تحسنت الصحة ديالو، رغم انه ماشي كي الاول، ولكن النفسية ديالو ولات مزيان، وحتى انه الذاكرة ديالو كانت مشات ليه ولا كيسترجعها بشوي بشوي. وهنا كتسالى هذه القصة هذه، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بها وفهمتوها. وما تنساوش انكم تدعموا لي القناة، وحتى الحلقة الجاية ان شاء الله وقصة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.